ماشية بتتصور وتتمخطر بكيلوهات دهب، ولسان حالها بيقول يا أرض تهدي ما عليك أدي. أميرة الدهب، الحكاية اللي ليها العجب في سوق الصاغة. مهندسة قررت تعمل شيفت كارير وتغير الكار، فبقت من الكبار، والكل بيسأل هي مين أميرة الدهب؟ قصتها إيه؟ ظهرت إزاي؟ وجابت الفلوس دي كلها منين؟ يا ترى ورث ولا شطارة بيزنس؟ وليه تصدرت الترند أكتر من مرة، من فيديوهات لصور لأنباء مثيرة زي ربط اسمها بقضايا مكسب غير مشروع أو سرقات حصلت في محلاتها؟ الناس لا عارفة بدأت منين ولا اشتغلت إيه ولا فلوسها جت منين. ودي أول علامة استفهام خلت الكل يسأل هو اللي بيحصل ده طبيعي ولا في حاجة مستخبية؟ كل ده هنحكي ليكم في الفيديو ده، يلا بينا. أميرة حسان، أو زي ما السوشيال ميديا أطلقت عليها أميرة الدهب، هي مهندسة معمارية خرجت من عالم التصميم والرسم ودخلت عالم الذهب والموازين. بدأت من الصفر، من لا شيء، بس الناس ما شافتش بدايات ولا لقطات أولى ولا حتى محل صغير بيكبر قدام عينهم. شافوها فجأة واقفة في محل فخم بتعرض تماثيل ذهب بوزن الكيلو وموبايلات من ذهب وكرسي مذهب، وبتتكلم بصوت واثق وتبيع بشياكة ودم خفيف. نجاحها مش بسيط، ده نجاح عمل دوشة. ست كسرت فكرة إن الذهب للرجالة الكبار وإن السوق ده تقيل على الستات. دخلته لعبته وكسرت الترند. في اللي شافها ملهمة وقال دي واحدة ذكية استغلت السوشيال ميديا صح وعملت إمبراطورية، وفي اللي وقف قدام الشاشة وقال مش معقول هي بتبيع دهب ولا بتغسل دهب. ناس قالت يا عم هي واجهة لناس تانية، شغل كبير قوي على واحدة لسه طالعة. وفي اللي قال يا جدعان اسكتوا، الست دي فخر للصناعة وايديها تتلف في حرير. الموضوع سخن اكتر لما اسم شريك قديم ليها اتذكر في تحقيقات امنية في قضية تقيلة فيها سلاح ومخدرات ومكسب غير مشروع. الناس شبكت الاسم مباشرة بيها لأنها كانت متصورة معاه في أكتر من لايف. الناس قالت هي دي الحكاية؟ بس هي طلعت وردت على الشائعات دي وقالت أنا ماليش علاقة بيه واشتغلت لوحدي من أول يوم ومفيش حد دعمني وكل حاجة بتعبي وشطارتي، وتمت تبرئتها من التهم الموجهة ليها. وبرغم كل الجدل هي فضلت ماشية، ما هربتش، ما اختفتش، ما قلبتش الصفحة، استمرت في شغلها وكملت مبادرات زي شبكة بداية اللي بتساعد الناس على الشبكة البسيطة، بترد على الاتهامات باللايفات وعلى الشائعات بالشغل وعلى الأسئلة بالذهب. وفي عز ما الناس بتشك، في ناس بتتعلم منها، بتتعلم ازاي تبيع وازاي تتكلم وازاي تخلق اسم من لا شيء. وفي الآخر أيا كانت الحقيقة وأيا كانت التفاصيل، في حاجة محدش يقدر ينكرها: أميرة قدرت تسوق لنفسها بشكل عبقري وتخلي اسمها ماركة لوحده، وتخلق شخصية لو الناس حبتها أو حتى شكت فيها عمرهم ما نسيوها. ويمكن دي أكتر حاجة بتخليها مختلفة. هي مش مجرد تاجرة ذهب، هي حالة، ظاهرة، اسم بقى علامة في السوق. وعشان كده لما الناس تسأل هي أميرة الذهب فعلا شاطرة؟ الإجابة بسيطة، اسمها اللي بيكبر يوم ورا يوم هيجاوبك.